أنا كنت فاكر إن دي مجرد أكلة لحد ما شفت إيه اللي في الطبق. اللي هحكيه دلوقتي مش قصة خيال، دي جريمة حصلت بجد، بس محدش كان عايز يتكلم عنها. اسمه فريدي هانز. محدش في المدينة كان يعرفه كويس، لكن الكل كان بيحترمه. راجل ساكت بيفتح باب العمارة لكل حد، ووشه مبتسم على طول. كل اللي يعرفوه بيقولوا راجل طيب وغلبان. لكن الحقيقة، فريدي كان عايش لوحده في شقة فوق، شقة عمرها ما دخلها نور. فريدي كان بيشتغل في مشرحة المستشفى، شغلانته إنه ينظف الجثث قبل التشريح ويجهزهم للأطباء. شغل روتيني، بس بالنسبة له كان متعة. هو نفسه ما كانش بيخاف من الجثث، بالعكس، من وهو طفل كان بيحس براحة لما يكون وسط الموتى. أول مرة لمس جثة وهو عنده 9 سنين، كانت جثة ست ميتة كانت أمه بتشتغل عليها. وقتها حط إيده على إيديها وقال لأمه هي دي ريحة الأمان. كبر واتعلم واشتغل، لكن كل يوم وهو راجع البيت كان بياخد معاه حاجة من المشرحة: إصبع، جزء من ضلع، قطعة جلد، حاجات محدش بيلاحظ إنها ناقصة. كان بيحطهم في فريزر صغير جوه المطبخ وسط أكل شكله عادي جدا، وكان بيطبخ وياكل ويضحك وهو بيتفرج على البرامج الكوميدية. لكن في يوم فريدي زهق من الجثث الباردة، زهق من الأكل اللي ما فيهوش روح، وقال لنفسه أنا محتاج حاجة طازة. أول ضحية كان شاب اسمه ماركوس، شاب عنده 22 سنة، متشرد، بيقعد جنب المحطة بيطلب أكل من المرة. فريدي شافه، قعد جنبه واداله ساندويتش وبدأ يتكلم معاه. قال له تعال عندي شوربة سخنة وسرير نظيف. ماركوس صدق وراح معاه. دخل ماركوس الشقة، قعد على الكرسي وفريدي حطله طبق شوربة فيها منوم. وبعد أقل من 10 دقايق ماركوس كان نايم. فريدي جره على الأرض وبدأ يشتغل. أول حاجة عملها إنه بصله في وشه وقال أنا آسف بس أنا جعان. قطع عضلات الكتف حطها في طبق وشغل النار. ما حسش بأي ندم، بالعكس حس إنه بيعمل اللي لازم يتعمل. وبعد ما خلص حط باقي الجثة في كيسين كبار وفضل يرميهم في الزبالة على مراحل. محدش شاف، محدش سمع، محدش اشتبه. الضحية التانية كانت بنت اسمها إيفا، عندها 19 سنة، هربانة من أهلها وبتشتغل في تنظيف البيوت. شافها فريدي وهي بتبكي جنب السوبر ماركت وراح لها. قال لها انت محتاجة أمان، عندي سرير فاضي وشغل في البيت لو تحبي. هي وافقت وراحت معاه، لكن إيفا ما خدتش معاها غير يوم واحد. إيفا ما كانتش فاهمة هي دخلت إيه. من أول لحظة دخلت شقة فريدي حست بحاجة غريبة، ريحة مش مفهومة، مش أكل ومش زبالة، ريحة حاجة ميتة. سألته حضرتك عندك حاجة سايبة؟ في ريحة مش مظبوطة. ابتسم وقال لها ممكن تكون التلاجة محتاجة تتنضف، كنت مأجلها من فترة. ضحكت مجاملة وسكتت. قعدت على الكرسي اللي جنب المطبخ وبدأ يحكي لها عن إنه عايش لوحده وإنه نفسه يلاقي حد يوانس وحدته. وفعلا حست إنه راجل مسالم، بس لما حط لها العصير حست بطعم غريب. بعد 3 دقايق الدنيا بدأت تسود قدام عينيها. صحيت وهي مربوطة في كرسي، النور ضعيف وبطنها بتلف، والريحة أسوأ من أي حاجة شمتها في حياتها. قدامها كان في ترابيزة معدنية وعليها أدوات مطبخ مش عادية: سكاكين، منشار صغير، قفازات طبية. وكان واقف وراها بيغلي مية في حلة كبيرة. أول حاجة قالها أنا كنت فاكر إني بطبخ كويس، بس انتي ممكن تكوني أحلى وصفة جربتها. صرخت، بكت، ترجته، لكنه ما كانش سامعها، كان زي ما يكون في عالم تاني. قرب منها وقال لها مفيش حاجة هتروقني النهاردة قد شوربة الضلوع. إيفا ما شافهاش حد بعدها. تم الإبلاغ عن اختفائها بعد أسبوع، لكن مفيش أي دليل يربطها بأي حد. صورتها اتحطت في ورق مفقودين واتنست وسط مئات. بعد كده فريدي بقى أجرأ، بقى يستدرج ضحاياه مش بس من الشارع، لا، بدأ يدخل جروبات على الإنترنت، جروبات لهواة الموت الرحيم، ناس مكتئبة عايزين يموتوا، وكان يعرض عليهم موت هادي مع وجبة أخيرة. وكان في ناس بتوافق فعلا لأنهم فاقدين الأمل، وده كان بالنسبة له كنز، جثث بموافقة مسبقة. وفي يوم
ضحيته كانت راجل عنده 42 سنة اسمه فرانك، مريض بالاكتئاب، فقد وظيفته ومراته سابته، وبعت على الجروب انه عايز حد يقتله. فريدي راسله واتفق معاه وقابله في القطار، اخده عنده وحضر له اكل وعرض عليه كبسولات مخدرة. الراجل وافق، لكن قبل ما ينام سأل سؤال: بعد ما اموت هتعمل بجثتي ايه؟ رد فريدي: هخليها مفيدة اكتر من حياتك اللي ضاعت في الشغل. ردت الراجل ضحك وساب نفسه للنوم. وبعد ساعة كان فريدي بيحضر له طبق لحمة متبلة بحرفية، بس المرة دي فريدي ما رماش باقي الجثة في الزبالة، لا، بدأ يحتفظ بيها، جمد منها أجزاء، عمل منها لانشون، وساب جزء صغير في برطمان في خل وزعتر كنوع من الاحتفال. لكن الخطورة بدأت لما جارته العجوز مدام جريتا شافت حاجة من الشباك. كانت بتبص كده صدفة وشافت فريدي بيجر كيس كبير على الأرض والدم سايل تحته. افتكرته ذبح خروف، لكن ما قدرتش تمنع نفسها، رعب غريب دخلها. تاني يوم راحت القسم وقالت: أنا مش بتهمة، بس الجار اللي فوق ريحته مش طبيعية وبيطلع زبالة شكلها مش زبالة. الضابط بصلها وقال: يا مدام، الراجل شغال في المستشفى، أكيد عنده حاجات طبية. لكن الشك بدأ. البلاغ اللي قدمته مدام جريتا اتحفظ في ملف اسمه ملاحظات الجيران، وده ملف محدش بيبص عليه إلا لو حصلت حاجة كبيرة. لكن بعدها بكام يوم حصلت حاجة فعلا. شابة اسمها ماريلا اختفت بعد آخر مرة شوهدت فيها طالعة من محطة المترو، وكاميرات المراقبة سجلت لحظة خروجها، وكان في راجل لابس بلطو أبيض واقف بيكلمها. الصورة كانت مش واضحة، بس ملامحه تشبه شخص معروف في المستشفى، فريدي. الشرطة ما خدتش الموضوع بجد في الأول، لكن اللي خلى الموضوع ينفجر هو البلاغ اللي قدمته بنت روسية اسمها مارينا بعد ما هربت من شقة فريدي بنفسها. قالت إنها كانت بتشتغل في مستشفى خاص بالتنظيف، وفريدي عرض عليها شغل بدوام جزئي في شقته. وافقت وراحت. في الأول قال إنه راجل هادي مؤدب بيساعد في التنظيف وبيتكلم دايما عن الطبخ، بس بعد أسبوع بدأت تلاحظ حاجات غريبة. ريحة اللحمة كانت قوية جدا لدرجة إنها سألته: أنت بتطبخ إيه؟ رد وقال: لحم غزال جالي من صديق قديم. لكن لما دخلت تنظف التلاجة لقت كيس شفاف فيه يد بشرية كاملة. صرخت وطلعت تجري، اتزحلقت في السلم وأغمى عليها. صحيت في أوضة مقفولة مربوطة وبطنها بتوجعها. مارينا معرفتش ازاي هربت، بتقول إنها عضت فريدي في إيده لما حاول يقرب منها، وقامت تجري وكسرت شباك المطبخ ونطت من الدور الأول. جيران سمعوا صوت الكسر ولقوها مرمية في الشارع، هدومها ممزقة وعينيها مليانة رعب. الشرطة اتحركت فورا، دخلوا بيت فريدي وفتشوا، لقوا أهوال. أول حاجة لقوها كانت غرفة كاملة فيها تلاجات كبيرة، وكل واحدة فيها أرفف متقسمة، رف عليه كبدة بشرية، رف عليه أرجل، ورف عليه حاجات مش واضحة بس واضحة جدا للي اشتغل في التشريح. جنب التلاجة كان فيه ترابيزة حديد وعليها أدوات حادة وسكاكين مطبخ وأدوات طبية، وكان فيه كرسي معدني متثبت في الأرض وجنبه كاميرا. واضح إنه كان بيسجل كل حاجة. لكن أكتر حاجة هزت المحققين كان دفتر اسود قديم متغطي بطبقة شمع. لما فتحوه لقوا مكتوب عليه الوصفات اللي ما ينفعش تتنسي، وكان فيه اسامي، تواريخ، وكل اسم عليه ملاحظات زي: كتفه طري، لحمه ناشف من كتر التدخين، كبدته صغيرة بس تقيلة الطعم. واخر صفحة مكتوب فيها اسم مارينا وعليه سهم احمر مكتوب تحته: تطهى قريبا. الخبر انتشر، المدينة كلها اتقلبت، الناس اتصدمت. الست اللي كانت بتاخد منه شوربة دخلت في انهيار عصبي. الراجل اللي كان بيساعده يطلع الزبالة ساب شغله وهرب. لكن رغم كل الأدلة فريدي ما كانش بيقاوم وقت القبض عليه، كان واقف عادي لابس تريننج رمادي بيشرب شاي، وقال للضابط اللي دخل عليه: كنتم هتيجوا النهاردة، أنا كنت متوقع الأسبوع الجاي. أول ليلة لفريدي في الحجز كانت مختلفة عن أي متهم تاني. ما طلبش محامي، ما طلبش مية، ولا حتى بطانية زيادة. قعد ساكت باصص في الأرض. ولما الضابط دخل عليه وسأله: ليه عملت كده؟ رد فريدي بمنتهى الهدوء: كنت بجرب أشوف الإنسان طعمه إيه. الضابط اتصدم، قال له: أنت واعي إنك قتلت حوالي 9 أشخاص على الأقل؟ فريدي قال: أنا فاكر أكتر من كده، بس مش كلهم كانوا يستحقوا يتكتبوا، في ناس ما كانتش لذيذة كفاية. اتعرض فريدي على لجنة من 3 أطباء نفسيين، وكان لازم يحددوا هل هو مجنون رسمي ولا واعي تماما بكل اللي عمله. في أول جلسة سألوا الطبيب: أنت حاسس بالذنب؟ رد عليه: أنا عمري ما أذيت حد عايش،
أنا كنت بستغل لحظة، اللحظة اللي بين الحياة والموت، وأحولها لحاجة مفيدة. سأله تاني: بس أنت بتاكلهم؟ قال فريدي: أنا ما بحبش أرمي حاجة، ده إهدار، والإنسان لو مات خلاص، إيه المشكلة؟ أنا مش بغتصب ولا بعذب، أنا بطبخ. كل كلمة بيقولها كانت بتزيد المحققين شك، هل ده مريض فعلا ولا شخص واعي وبارد عارف هو بيعمل ايه كويس جدا؟ في الوقت ده الصحف اتجننت، كل العناوين بقت عن الجزار الهادئ او الراجل اللي بياكل الناس في الاحياء الراقية. وواحدة من الصحفيات اسمها هانا شولز قررت تطلب مقابلة معاه بحكم شغلها كمراسلة في الجرايم الغامضة. الموافقة جت بعد أسبوع، وفريدي وافق يقابلها، لكن بشرط: ما تسألنيش عن الضحايا، اسأليني عن الطعم. دخلت هانا، قعدت قدامه وسجلت. سألته: ايه اكتر جزء في الانسان بتحبه؟ رد عليها: العضلات الصغيرة في الدراع، بتبقى طرية وبتشرب التتبيلة كويس. الكبدة مرة بس مع شوية خردل بتتعدل. هانا خرجت من المقابلة وهي بتترعش، لكن اخطر حاجة في المقابلة انه قال لها: لسه في 3 تلاجات محدش فتحهم، دول في المخزن اللي تحت البيت. هتلاقوا حاجات هناك، مش بس أكل، هتلاقوا التسجيلات. الشرطة فعلا دخلت المخزن، لقوا 3 تلاجات مقفولين بسلاسل. فتحوا أول واحدة، لقوا فيها برطمانات فيها أعضاء بشرية، قلوب محفوظة في سائل أصفر، رؤوس مقطوعة محفوظة كأنها تحف. بس التلاجة التانية كان فيها حاجة أبشع: كاميرا صغيرة جوه كيس بلاستيك شغالة ومسجلة فيديوهات لكل الضحايا وهم مربوطين، بيتوسلوا، بيصرخوا، وهو بيشرح لهم بالراحة ازاي هيبدأ وازاي الوجبة دي هتكون مختلفة. اما التلاجة التالتة ما كانتش للتبريد، كانت للذكريات، صور لكل ضحية قبل ما تموت، صور للطبق النهائي، وفي النص صور لفريدي لابس مريول المطبخ وبيبتسم للكاميرا وهو شايل طبق مكتوب عليه بالألماني: وجبة اليوم، ضيف خاص. وصلت الأدلة ل 13 ضحية مؤكدة و6 جثث مش متعرف عليها. لكن فريدي ولا لحظة واحدة بان عليه الندم، كان بيسأل دايما نفس السؤال: عرفتوا مين كان الأحسن؟ الضحية رقم 7 ولا 9؟ النيابة العامة طلبت الحكم بالإعدام، لكن القانون الألماني ما بيسمحش بالإعدام، فتقرر إنه يتحبس مدى الحياة في زنزانة انفرادية بدون أي زيارة وبدون تلفزيون وبدون أي أدوات حادة. لكن في أول أسبوع ليه في السجن حصلت حاجة غريبة. في أول أسبوع في الزنزانة فريدي كان ساكت، ما طلبش حاجة، ما اشتكيش، ما حاولش ينتحر، ما قالش ولا كلمة. الحارس اللي كان بيشوفه كل يوم قال كان بيبص للحيطة وكأنه بيشوف حاجة محدش غيره شايفه. وفي مرة الحارس دخله الأكل ولاحظ إن فريدي فصل اللحمة عن باقي الوجبة وبصله وقال: اللحمة دي بقر صح؟ مش شبه البشر خالص. الحارس معرفش يرد. اليوم اللي بعده فريدي طلب ورقة وقلم، قال إنه عايز يكتب اعتراف، لكن الشرطة اكتشفت إنه كتب حاجة مختلفة تماما. الورقة كانت مليانة وصفات. الوصفة رقم 17: ضلع مهاجر روسي يتبل بالبصل الأخضر والزنجبيل. الوصفة رقم 24: قلب متشرد يقلى بزبدة طرية على نار هادية. الوصفة رقم 32: مارينا لم تكتمل. وفي الآخر سطر واحد: أنا ما كنتش بقتلهم، أنا كنت بطبخ اللي الحياة رفضته. الضباط حطوا الورقة في ملف التحقيق وبدأوا يفكروا ينقلوه لمصحة نفسية بدل السجن العادي. لكن قبل ما القرار يتنفذ حصل اللي محدش كان متوقعه. فجر يوم التلات الحارس فتح الزنزانة، لقى فريدي نايم على الأرض مغطى بدمه، كاتب بكفه على الحيطة عبارة واحدة: أنا جعان والناس لسه نايمة. في إيده كان فيه قطعة لحمة مقطوعة من جسمه، كان بيحاول ياكل نفسه. اتنقل فورا لمستشفى السجن، لكن بعد أقل من ساعتين أعلنوا وفاته. التشريح أكد إنه مات من النزيف، لكنه كان لسه واعي ولسانه متغمس في الدم، كان فعلا بياكل نفسه. القضية أغلقت رسميا بعد شهور، لكن في آخر مؤتمر صحفي المحقق قال في ملف صغير مكتوب فيه اسم شخص واضح إنه كان بيكلم فريدي بانتظام على الإنترنت، بنشتبه إنه متعاون أو تلميذ. ومن يومها الناس بدأت تخاف تفتح الباب لحد غريب أو تاكل من أكل مش عارفينه جاي منين. وفي مدن أوروبا ظهرت تقارير عن حوادث اختفاء بنفس الأسلوب ونفس التوقيع، بس القاتل ما تعرفش